والسلام عليكم كده، حلقه جديده من مزمزه كوره، تقديم ابو زيزو. باذن الله تعجبكم، وحلقه جديده من مزمزه في الفانتزي ما قبل الجوله السابعه. بعد جوله سادسه صعبه، لعبه كافئتنا في الجوله اللي فاتت وكانت من امتع الجولات في الدوري. جوله تقريبا 90% من اللعيبه تالقوا، بس صحيح انها كانت جوله كويسه، بس تستمر لعنه اكتر اللعيبه شراء قبل كل جوله. الفاريز يجيب هو كمان بلانك زي اللعيبه اللي قبله. النهارده برضه حلقتنا ان شاء الله متقسمه جزئين. الجزء الاول هو الماتشات المستهدفه وايه اللعيبه اللي احنا نحط عينينا عليها. الجزء الثاني هو جزء كابتنه. خلينا كده نبدا بقى بالماتشات المستهدفه. اول حاجه عايزين نتكلم عليها في الحلقه المره دي وهو الدبل جيم ويك الجوله الجايه. في فرقتين عندهم دبل وهما لوتون وبيرنلي. مثلا بيرنلي عنده ماتش من الماتشين ضد نيوكاسل، ففكك منه خالص، كانسيرو يعني مش هنتكلم عنه اصلا. الفريق التاني هو لوتون. قول لي لوتون ايه اللي هتجيب منه لعيبه؟ يعني انت مجنون ولا ايه؟ بس اقول لك اسمع معايا كده وكمل معايا واحده واحده. متفق معاك جدا ان لوتون ارقامه مش مميزه، بس المجري هو الماتشات اللي هو هيلعبها. واحد من الماتشات ضد بيرنلي اللي هو تاني اسوأ دفاع في الدوري، وتاني فريق وهو ايفرتون اللي هو ارقامه واحصائياته الدفاعيه مش احسن حاجه. طب يا سيدي لخص وقول لنا يعني من الاخر يعني نجيب مين؟ مبدئيا كده هم اسمين مفيش غيرهم. اول واحد هو موريس مهاجم لوتون اللي جاب جون الجوله اللي فاتت وجاب جون جوله قبل اللي فاتت. تقريبا موريس ده هو الكل في كل في لوتون يعني، وكمان ماسك ضربات الجزاء، فده يعني من الاخر ده اللعيب اللي انت تحط عينك عليه. وتاني لعيب هو كابوري الباك اليمين بتاع لوتون. بالنسبه لكابوري يعني ما تتوقعش منه حاجه كبيره، يعني املنا الوحيد لو عمل مثلا اي مساهمه هجوميه. لو انت مثلا مستني منه كلين شيتس فما تستناش، يعني غالبا لو هيعمل كلين شيت فاظن هيبقى ماتش واحد بس من الماتشين. هتقول لي طب من الاخر ليه نعمل يعني مجازفه ونجيب لعيب من لوتون ونلعبه معانا؟ اللعيب ده يعني خلاص هنلبسه كمان الجولات اللي جايه. فهمت في الماتش اللي فات ما حدش يستعجل يعمل وايلد كارد الجوله اللي فاتت ولا الجوله دي، لما وايلد كارد احسن وقت ليه بعد الجوله الثامنه بعد التوقف في الدوري. فلو انت بس هتجيب لعيبه من لوتون ممكن تلعبها الجوله دي وتشيلها مثلا على الدكه لحد ما تعمل وايلد كارد. بس مش معنى ان انا بتكلم عن المجازفه دي ان احنا نجيب لعيبه من لوتون بقى نعمل سيل باربعه ونضحي عشان نجيب لعيبه منهم. لا، الموضوع مش مستاهل اي حاجه خالص. يعني لو انت معاك ترجيل فريق وعايز تجيب مثلا لعيب ممكن تجيب مثلا موريس. يعني موريس ده هو الكل في كل من الاخر. بس لو انت عايز تعمل سيل باربعه عشان تجيب كابورين المدافع مثلا او تجيب اي حد تاني فالموضوع ما يستدعيش خالص. وتاني ماتش هنتكلم عليه هو ماتش مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون. صحيح الماتش بره ارض السيتي، بس وولفرهامبتون على ملعبه مش هو وولفرهامبتون على ملعبه بتاع زمان. كنا دايما بنشيل هم اي فريق بيلعب ضد وولفرهامبتون على ارض وولفرهامبتون، عشان وولفرهامبتون على ملعبه كان بيبقى فريق رخم جدا وكان بيبقى ماتش يعني تقيل كده على القلب. اصلا لو رجعت لماتشات وولفرهامبتون على ملعبه السنه دي فهتلاقي من ضمن النتائج ان ليفربول كان كسبه سكور، وبرايتون برده في اول الدوري كان كسبه 4-1. ده غير بقى ان في احصائيه بتقول ان السيتي في اخر 3 ماتشات على ملعب الولفز السيتي سجل فيها 11 جون. هختار برضو من السيتي اسمين. اول اسم هو جوليان الفاريز يمكن ظروف الماتش اللي فات ما ساعدتهوش ان السيتي بعد ما طرد منهم واحد طلعوا دوكو وبعدها بشويه طلعوا الفاريز، وهي دي الاسامي اللي احنا كنا متوقعين تألقها. برضو قرر ان هو الفاريز يطلع بالاخص، يعني كان قرار عشان يريحه، عشان تقريبا كان من هو الوحيد هو وإيدرسون اكتر لعيبه كانت لعبت دقايق مع السيتي. بس المره دي مش هختار دوكو عشان جاك جريليش راجع كمان من اصابه وممكن عادي جدا يلعب اساسي الماتش الجاي. وتاني لعيبه عايز اتكلم عليه وهو فيل فودن. شايف فيل فودن تقريبا اكتر لعيب دلوقتي مضمون في سيزون. فودن دلوقتي بقى من ضمن العناصر الاساسيه، والماتش اللي فات جاب جون. تاني ماتش عايز اتكلم عليه النهارده وهو ماتش نيوكاسل ضد بيرنلي. في الفيديو اللي فات اتكلمت على اهميه انك تجيب عنصر دفاعي من نيوكاسل، وقلت على الاقل تجيب عنصر، مش هقول لك تجيب عنصرين. بس حقيقي نقول يا بخت اللي جاب عنصرين من دفاع نيوكاسل. الماتش اللي فات تريبيه 3 اسيستات وبوتمان جون وبيرن جون. سيبك بقى من الدفاع اللي كان عنده ويلسون جاب له جون، واللي كان عنده ايزاك وكان زعلان ان هو كان احتياطي. ايزاك هو كمان نزل وجاب جون وكانت حفله. لو انت لسه ما جبتش مدافع من نيوكاسل او لسه محتار تجيب مين، لو انت عايز تجيب واحد بس انا هوريك كده احصائيه ممكن تسهل لك شويه الموضوع. الاحصائيه دي ما بين المدافعين نيوكاسل، بس خلينا نختار اشهر اسمين وهم تريبيه وبوتمان. ومن الاخر هو واحد خطورته ان هو بيجيب جوان، والتاني خطورته ان هو بيصنع فرص. بوتمان خطورته هو اللي ممكن يجيب جوان، وهو عمل 5 شوطات و5 منهم كان جوه البوكس. اما بقى بالنسبه لتريبيه فصنع 17 فرصه منهم 5 فرص محققه للتسجيل. نسيبنا بقى من الهجوم. قبل كده كنت اتكلمت عن اجنحه نيوكاسل وقلت ان هم اختيارات مش مضمونه، خصوصا ان في روتيشن كتير بيحصل. وكنت اتكلمت ان جوردن اختيار مميز، خصوصا ان سعره 5.5 مليون. بس قلت المشكله ان هارفي بارنز قاعد على الدكه واحتمال كبير هو اللي هيلعب الفتره الجايه. بس حصل حاجه جديده وهو ان هارفي بارنز اتصاب اصابه كبيره جدا وهيجيب بتاع اسابيع، وفي كلام بيتقال ان هو ممكن يجيب شهور. فمتوقع جدا ان جوردن خلاص مكانه ثابت الماتشات الجايه. بس برضه خلي بالك من حاجه صغيره، وهو ان جوردن معاه 4 كروت صفراء
وفاضل له على الايقاف كارت اصفر واحد بس. انا شايف ان ده موضوع ما تقلقش منه، خصوصا ان هو سعره 5.5 مليون، فاكيد بقيه العناصر بتاعتك بتاعت خط الوسط في منها عناصر قويه، فمش فارقه اصلا الجوله بعد الجايه كمان ضد وست هام، فممكن دي تكون رخمه، فمفيش مشكله ان جوردن نحطه على الدكه وننزل اي لعيب تاني. بالنسبه لمعضله الهجوم ما بين ايزاك وبين ويلسون، فمن الاخر شوف مين هيلعب في الكاس واعرف ان التاني هو اللي هيلعب في الدوري. والماتش الجاي هو ماتش يونايتد وبيرنلي، استكمالا لاستفاقه يونايتد هو كسب الماتش اللي فات في الدوري وكسب الماتش في الكاس، خصوصا الفتره الجايه جدوله سهل، وبرده مع عوده الغيابات واضح جدا ممكن يمشي بشكل كويس في الماتشات الجايه. عنينا برده على برونو او راشفورد حسب اللي عندك، وعنينا على هولاند المهاجم بتاع يونايتد. وبالنسبه لعناصر الدفاع فشايف اهم عنصر هو الرجلون، خصوصا ان هو بيلعب كمان الركنيات، شايف كان صنع جون بس كان اتلغى. وفي بقى كمان ماتش ارسنال وبورنموث. بورنموث صحيح ما كسبش اي ماتش في الدوري لحد دلوقتي، وماتش سهل على ورق، بس برده ارسنال عنده غيابات كتير، ساكا مصاب ومارتينيلي مصاب وغير ديكلان رايس، غير في لعيبه كمان تانية مصابين. ده قلل لنا شويه من العناصر اللي ممكن تتالق الماتش الجاي، فممكن نحط علينا على جابرييل جيسوس، وممكن نحط علينا على اوديجارد، اظن ده الوحيد يعني اللي ممكن يعمل حاجه عشان تروسرد كمان اتصاب. بالنسبه للدفاع في رايي علينا على زينشينكو. اخر ماتش هتكلم عليه هو ماتش وست هام ضد شيفيلد. طبعا شيفيلد اللي اخد ال8 الجوله اللي فاتت، فمتوقع جدا ان وست هام ممكن تعمل حاجه ضده. طبعا اكتر عنصر في وست هام هو بوين، هو اكتر لعيب يعني يمكن عنده استمراريه فيهم، وممكن عنصر بعديه هو وارد براون. فبالنسبه للدفاع فهو ممكن تجيب كوفال اللي صنع جونين في اخر ماتشين. كمان الجبهه اليسرى للدفاع بتاع شيفيلد هي دي نقطه ضعفهم الحقيقيه اللي خلت تريبيه يصنع 3 جوان، وخلت اوريه قبل كده يصنع جونين ضده. خلينا بقى من الماتشات المستهدفه، خلينا نخش في الجزء الثاني من الحلقه وهو جزء الكابتنه. طبعا احسن كابتنه الجوله دي هي كابتنه ايرلينج هالاند ضد وولفرهامبتون، وكمان ممكن تكابتن الفاريز. وثاني كابتنه مضمونه هي كابتنه ايزاك او ويلسون حسب اللي هيلعب. وبالنسبه لماتش اليونايتد فطبعا كابتنه راشفورد او برونو. الكابتنه الثانيه المضمونه برده يعني بوين ضد شيفيلد وجيسوس ضد بورنموث. خلينا بقى نخش في الكابتنه ديفرنشال. الكابتنه مثلا ديفرنشال ممكن تكابتن مثلا من السيتي فودن، ممكن من ماتش مثلا اليونايتد تكابتن هويلاند. بالنسبه لماتش ارسنال ممكن ديفرنشال مثلا تكابتن لوديجارد. في مثلا حد ممكن يقول لك انك تكابتن تريبين الماتش الجاي. طبعا تريبين مش كل جوله يعني هيصنع 3 جوان، صحيح الماتش اللي فات صنع 3 جوان وبالكابتنه جاب 36 نقطه كحاجه يعني استثنائيه، حاجه بقمه الشعوذه الناس اللي كابتنوه، بس اكيد مش في كل جوله يعني هيبقى بنفس المعدل. بس حته بقى ان هو ينفجر مثلا ويجيب جوان مثلا ويعمل في كل ماتش اكتر من اسيست وكده يعني، فما اظنش ان دي فكره مرشحه. اخر كابتنه ديفرنشال ممكن اتكلم عنها وهي كابتنه موريس اللي عنده دبل جيم وين. طبعا دي بقى يا تسيب يا تخيب على حسب حظك، بس يعني لا يفوز باللذه الا كل مجامل. وده يكون اخر جزء معانا في الفيديو، وبرده نختم بنسبه كلين شيت متوقعه في الجولات اللي جايه. استني رايكم تحت في الكومنتات، هتكابتنوا مين المره دي. اهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.